بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم. ان شاء الله النهاردة خروجة كده تبقى جميلة وفيديو بقى ممتع. تابعونا للنهاية كده، في حاجات جميلة قوي وفي حاجات ممتعة. طبعا اخر فيديو كنت منزلاه كنت رايحة عند اخواتي كده ومحضرة الشنطة، وكنت واخدة طقمين كده زيادة للبنات خروج. كنا اتفقنا من بالليل ان احنا بقى نروح نخرج الاولاد الصبح، يعني نروح الحديقة وكده. فانا بدأت هنا تصوير من الحديقة، لان طبعا قمنا حوالي الساعة 9 كده. فقمنا طبعا لبسناهم بسرعة وقلنا نمشي بسرعة كده عشان نلحق اليوم من اوله. ولكن طبعا ايه، ما خدناش اي حاجة معانا عشان كنا جايين مواصلات، فكان يدوب علينا العيال يعني والمواصلات وكده. فطبعا عملنا ايه بقى؟ اول حاجه كده صورت كده، طبعا اول لما العيال دخلوا على طول على الالعاب وجري كده، رحنا كده شفنا شجره كده او نخله كده ايه قريبه من الالعاب. شفنا كده نخله كده قريبه من الالعاب وقعدنا جنبها عشان نبقى ايه شايفينهم وقاعدين ايه معاهم يعني وكده. فالمهم طبعا اول لما دخلنا كده يعني يدوب قعدنا وفرشنا ودخلنا كده يعتبر الالعاب في اواخر الحديقه. فجوعنا بقى، كنا بقى من بالليل كده مجهزين كذا مطعم. هنا حفصة بتعمل لكم باي باي. من بالليل جهزنا كده كام رقم مطعم، فطار وغدا بقى وكده عشان نطلب على طول. فطلبنا هنا الاوردر بتاع الفطار، وبنتفق معاه يجيبوهولنا لغاية البوابة يعني بتاع الحديقة. وهنا بقى رسموا بقى وشهم، كل واحد اختار الرسمة اللي هو عاوزها. فخليناهم يرسموا كده عقبال لما انا رحت اجيب الفطار. كان الاوردر كان الراجل اتصل يعني وكده، فرحت بقى ان انا اجيبه. طبعا كان مشوار طويل ما بين القعدة اللي احنا قاعدينها وما بين البوابة. هصور لكم في الاوردر التاني وانا رايحة، يعني لسه بقى الاوردر ده طلبنا فيه سندوتشات فول وطعمية، كل واحد الحاجة اللي هو حاببها، يعني اللي حابب فول طلب، اللي حابب طعمية طلب، في اللي طلب فول وطعمية كده يعني. كده نخلص الرسمة ونشوف بقى الاوردر، وهنسيبهم هما بقى ان هما يكملوا لعب والكلام من ده. عائشة هنا رسمت أرنوب، وفي اللي اختار مش عارفة نمر، وفي اللي اختار فراشة وجويرية اللي هي الكبيرة رسمت حنة على ايديها. حفصة قاعدة بقى جنبي قاعدة ترخي كده. شوفوا بقى رسوماتهم، دي الحنة بتاعت جويرية. ده الفطار هو صلاة. هنبدأ بقى نفطر وبعد كده هنبدأ نلعب. كانت ندى اختي جايبالنا اللي هو الأونو، لعبة الأونو، قعدنا نلعبها. ده هما بيفطروا. قعدوا بقى يلعبوا بقى في الرمل والألعاب، يعني كان يوم ممتع بقى، مع انه جرى بسرعة، يعني الواحد ما حسش الوقت كان بيجري في ثانية. يعني بقولك احنا وصلنا يدوب وصلنا لان الظهر اصلا بيأذن، واحنا كنا ناويين ان احنا نمشي بدري عشان خاطر المواصلات، مش عايزين نتأخر والجو ما يبردش على الاولاد بالليل يعني وكده. فيدوب خلصنا وفطروا وقاموا كملوا بقى لعب تاني. كان حذيفة هنا بيزرع العصاية وقعد يقول لي صوريني. طبعا كنا قاعدين ولا قادرين نقوم نلعب ولا قادرين نعمل اي حاجه. جبنا اللي هو الاونو وقعدنا نلعب احنا كبار، وقعد هم قاعدين يلعبوا قدامنا. ده احنا بنلعب.
خلصنا لعب وطلبنا بقى الاوردر التاني. كنا هنا بقى نروح اجيب الاوردر التاني بتاع الغدا زي ما قلت لكم. واحنا كنا هنا طالبين تشيكن برجر، يعني حاولنا كده نجمع الاراء واخترناه يعني. بس فالاوردر اول ما يجي الراجل يعني بيكلمنا وكده، وانا بطلع بقى ان انا اجيبه. حاولت ان انا اصور لكم حبة في الحديقة كده، طبعا مشوار طويل قوي بس يعني مسرعة طبعا الفيديو. هاجي بقى اول ما جيت بقى البوابة كده نقعد بقى اجيب الاوردر منه ونرجع تاني. ولما هنا رجعت لقيتهم سابوا المكان، لان طبعا بس سابوا هنا المكان وراحوا قعدوا على الكافيتيريا. طبعا كانوا تعبوا من القعدة عند النخلة كده، فراحوا بقى قعدوا على الكافيتيريا، قالوا هنتغدى هناك. بس ورجعت لهم بقى قعدنا على الكافيتيريا اتغدينا. وكان في برضو ألعاب كده جنب الكافيتيريا كده، الأولاد لعبوا شوية. وبعد ما اتغدينا كده شربنا أي حاجة كده، عشان قعدنا طبعا على الكافيتيريا لازم نشرب. وبعدين قمنا بقى ايه عملنا ايه تاني. بس كده كان اليوم بقى كده خلص. وبعد الغدا على طول قمنا بقى نقوم نمشي، لان عشان الجو بدأ بقى يسقع ويبرد، وعقبال كده كله خروجه. والجو حلو اليومين دول، خروجوا وتمتعوا. واسألكم بقى الدعاء لاختي بقى، لاخواتي الاتنين. اختي ندى بالاخص كده عشان داخله على ولاده، فربنا يقومها بالسلامه كده. وفي آخر الكلام هقول لكم سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.